حين يصبح النجاح قالباً جاهزاً، هل تتحول الدراما إلى تكرار؟ ظاهرة لافتة قد لا تبدو مألوفة بهذا الوضوح من قبل. عدداً كبيراً من النجوم أعادوا إنتاج شخصيات ذاتها بروح مختلفة قليلاً، لكن بجوهر درامي يكاد يكون مطابقاً لما قدم في المواسم السابقة، وفي مؤشر واضح على تغليب حسابات الأمان الجماهيري على مغامرة التجديد الفني. نجد ياسمين عبد العزيز في ذات الدائرة. الفكرة الدرامية لم تتبدل كثيراً، ولا المسار العاطفي تغير جذرياً، إذ تعود مجدداً إلى قصة الحب التي تجمعها مع كريم فهمي، وكأن النجاح السابق تحول إلى قالب يصعب الفكاك منه. بدأ التكرار واضحاً أيضاً مع هدى المفتي وأحمد مالك. حملت أدوارهما الجديدة ظلالاً كثيفة من شخصيات قدماها سابقاً، لتبدو المسافة بين الماضي والحاضر ضيقة إلى حد التطابق. أما أحمد العوضي ما زال متمسكاً بصورة البطل الشعبي الصلب، إذ يعيد إنتاجها في مضمون أدواره، محافظاً على البناء نفسه الذي رسخ حضوره لدى الجمهور من دون انحراف حقيقي عن هذا المسار. أما حمادة هلال وهبة مجدي تجسيد الشخصيات ذاتها في مسلسل المداح الذي يستمر حضوره للعام السادس على التوالي في واحدة من أطول حالات الاستمرار الدرامي للشخصيات.